مساء الخير صبايا. حبيت أجيب لكم طريقة سي فود خفيف ظريف لطيفة. ما فيش داعي نشتري كل المكونات، ابني كان مشتهيها وماما بدي فعملت له إياها بالرغم إنه ما كانش عندي كيس حراري. الطريقة كتير سهلة، ما فيش داعي نتلبك، ما فيش داعي نشيل أو نشتري كل المكونات لناكل هاي الأكلة. بداية لازم يكون عندك مقلاة توصيله الحراري جيد جدا. حطيت نص كاس الزيت، 3 ملاعق كبار من الزبدة، بصلة كبيرة ذبلتن كويس تذبيل بدون ما يحترق، وحطيت عليهن ملعقة كبيرة من الثوم المطحون ذبلت أخذ النكهة بعض. جبت علبة بندورة معلبة فرمتها، وبعدين بلشت أخلطن بهذا الشكل، بحاول إنها البندورة تلذع معي. أضفت عليهن ملعقتين كبار من صلصة البندورة أو رب البندورة، وبظني أحرك بشكل دائري مشان يلذع معاي البندورة. أضفت ملعقة كركم صغيرة وملعقة وسط من الشطة الحمراء. لاحظن إيدي لازم تظلها تخلط بالصلصة. طبعا أنا في عندي بالفريزر ذرة مسلوقة جاهزة، حطيت وجزأت الذرة قسمتن وبلش أخلط الصوص مع العرانيس مشان تاخذ النكهة، وحطيت ملعقة من الملح. حاليا عملية الاستواء داخل الفرن. جبت ورق القصدير، حطيت له ورق زبدة تبع الحلويات، حطيت عليه الصوص وأضفت له الشريم، الجريدس، الراكور، الجمبري اللي موجود عندكن. غلفتني كويس، وكنت أنا محمية الفرن على درجة حرارة 200. دخلت الصينية داخل الفرن تقريبا نص ساعة. بعد نص ساعة طلعتها من الفرن، وبهاي الأثناء أنا بكون بحمي زيت مغسله رز. حطيت الزيت، ذبلت الرز، حطيت عليه بس ملح، في الأبيض خلطتن، استوى معاي الرز. وبعدين قدمت معاه وصفة السي فود. صبايا النكهة دمر، ما في داعي تكون عندك كل المكونات، أهم شيء النكهة. يعني الجريس الموجود عندي بكفي بوفي. حبيت أقدم لكم هاي الوصفة على قد ما هي لذيذة وفخمة، وبتخلينا ما نروحش نشتهيها من المطعم. بالإضافة ما بتكلفش كثير، وبإذن الله تعالى حتدعي لأنها عن جد طيبة زاكية وراح تعتمدينها. وبصفتكن أهلا وسهلا وصحتين وعافية.